بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وزوجه وسلم. هذا المقطع الذي أظهر فيه بصورة بسيطة وبمنهجية بسيطة كل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتعلم الرقية وهو جالس في بيته. يعني أنت الآن لما تشاهد هذا المقطع تستطيع أن تطبق هذه الرقية على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك أحيانا دون أن تلتجئ إلى الراقي، لأنه في بعض الأشياء مثلا العين، مثلا الحمى، البرودة، الألم الموضعي، هذا يعني يستطيع الإنسان أن يرقي أهله وزوجه وولده وصاحبه وجاره دون أن يلجؤون إلى الراقي ويأخذون موعدا مع الراقي وغير ذلك. بما أننا في اليوم الأخير في ولاية بشار وهي المأدبة الأخيرة، أردت أن نعلم بعض الإخوة في بشار وغير بشار الرقية الشرعية كيف تكون وأنت في بيتك. لا شك أن كثير من الناس لا يعرفون كيف يقرأ على الماء، لا يعرف كيف يقرأ على الماء. الطريقة الصحيحة في القراءة على الماء لها شكلان. الطريقة الصحيحة للقراءة على الماء لها ثلاثة أشكال. أولها أن يقرأ على الماء مباشرة، هذه طريقة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه قراءة على الماء مباشرة بالوصل، بمعنى لا تتوقف عند رؤوس الآيات القرآنية، بمعنى قراءة على الماء بالوصل. ما معنى الوصل؟ أن تقرأ السورة كاملة دون توقف. وهناك قراءة مع النفث، مثلا اسمع: الحمد لله رب العالمين. لاحظ أنا الآن وش استعملت؟ النفث البسيط، مش أنك تبزق على الماء، لا تبزق على الماء. إذن هو النفث البسيط. يعني لما تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذا نوع آخر للرقية الشرعية، يعني طريقة أخرى اتبعها السلف، يقفون على آيات القرآن فينفذون عنها بكل آية. لماذا ننفذ نحن؟ لماذا ننفذ؟ ليس اعتقادا بأن ريقنا فيه بركة، ليس اعتقادنا بأن الريق فيه بركة، وإنما اعتقادنا بما سبقه من القرآن كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء. إذن القراءة الثالثة هي ماذا؟ أن تقرأ بمعدل الآيات، يعني تقرأ شوية من الآيات ومن بعد تنفذ. أعطيك مثال: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن أنا قرأت شيء من الآيات ثم نفذت. إذن هنا عملية تقدير، أنك تقرأ شوية قرآن ومن بعد تنفذ قليلا. طيب هذا قراءة عن الماء. أما على نفسك أنت مباشرة، تستطيع أنت الآن مثلا، أعطيك مثال، تستطيع أنت الآن تضع يدك على جبهتك. انظر الآن أنت في بيتك قبل النوم، أو أنك ترقي زوجتك بهذه الطريقة، تضع يدك على زوجتك، على ولدك الصغير، على ولدك المولود إلى غير ذلك. تضع يدك على الناصية، لأن الناصية هي محل الخير عند الرجل أو عند المرأة، بل عند البشر، والله جل وعلا ذكرها في القرآن الكريم. إذا نضع على الناصية ومحل الرأس ومحل التخزين ومحل الوجه ومحل التكريم، وهي محل السجود لله رب العالمين، فنضع يدي على جبهتي وأقرأ. إذا أحسن طريقة فعالة لرفع العين والسحر وغيرهم هي ما رواه ابن تيمية رحمه الله، وهي قراءة الفاتحة 7 مرات. أن يقرأ الإنسان الفاتحة 7 مرات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقرأ 7 مرات. طيب
طيب يا شيخ لو مثلا الألم ما كانش في راسي، وين الألم؟ في إيدي. يجوز لك وأنت تقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو تأخذ يدك هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تمسح الموضع الذي فيه الألم. بسم الله الشافي بسم الله أرقي نفسي من شر كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني. بسم الله الرحمن الرحيم من شر كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني. بسم الله أرقي نفسي من شر كل عين لامة وشيطان ومتبع من هامة، وأعوذ بالله وعزته وأسمائه وصفاته وأن يلبسون. إذا يستطيع أي إنسان أن يصبح راقيا في بيته، وهذا هو مشروعي بإذن الله في رمضان، أن نعلم الناس عبر الفيسبوك كيف يعتمدوا على أنفسهم دون الذهاب إلى الراقي. لأنه إحنا عندنا يا خالتي واحد المشروع أنتم ما كنتش عندكم به. إحنا الآن أنا ما درناش الفيسبوك باش يجونا الناس، حاشا لله. إحنا عندي مشروع إني كيف نعلم الناس العلم الرقية الشرعية، يعود يلقي نفسه بنفسه. ما كان لا يروح للشيخ رياض ولا الشيخ فرحات ولا الشيخ عباس ولا الشيخ سليمان، يا أخي يعود هو يلقي نفسه بنفسه. تبقى ملاحظة بعض الحالات الصعبة اللي ما يقدرش فيها الإنسان يعالج نفسه، هذه إحنا ندخلوا فيها. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فالمسلم فليفعل. يعني بعض الآن الإنسان ما يقدرش يدير العملية الروح جراحية، ما يقدرش. ممكن يداوي جرحه بالاكسجين، ممكن مثلا يداوي مثلا وجهه، يقدر يدير الفاصمه في ايده، لكن عمليه جراحيه لنفسه ويحل كرشه ويحل ذراعه ويحل راسه هذا لا يعقل. كذلك الرقيه هناك ما يستطاع ان يرقي فيها الانسان نفسه بنفسه، وهناك رقيه تحتاج الى ان يذهب الانسان الى اخ مسلم يثق فيه، يثق في دينه في اخلاقه، فيطلب منه الرقية من باب الاستشفاء، من باب التوكل على الله عز وجل، واعتقاده في أن هذا الراقي بشر وهو سبب فقط ليس هو الشافي، والله جل وعلا أكرم وأجل. إذا نعود بإذن الله إلى الجزائر العاصمة وإلى ولاية بسكرة لنعيد علاج الناس قبل رمضان. أسأل الله بهذا المقطع البسيط الذي طلبه الكثير مني، لأنه بعض الناس في أوروبا وغيرهم يعني خاصة فرنسا قالوا لي يا شيخ ضع مقطع تعلمنا فيه الرقية عن بعد، وأسأل الله أن أكون قد جمعت ما علمت ولست بشيء أمام أهل العلم، إني أستغفر الله وأتوب إليه. ربي ما أصبت فيه فذلك منك وحدك لا شريك له، وما أخطأت فيه فهذا من جهلي وقلة أدبي عليك، فإني أستغفرك وأتوب بين يديك. أعوذ بالله من قول قلناه ولا نعمله، إن ربي عظيم كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.